ايه يا مطاعم بقى احكي قصه قصيره حزينه جدا اني محتاجه اسال سؤال واضح. احنا ليه يا جماعه بقينا مش شايفين الحاجات اللي بتتباع في المطاعم كوجبه؟ انا دلوقتي طلبت طلب ما المفروض ان هو بتشيكن بصوص كده. طبعا انا فاكره عادي ان طبق فيه الفراخ بالصوص برز بسوتيه، معروفه وجبه اي نادي عظيم. لان طلع ما فيش الكلام ده، هو السايد الوحيد اللي موجود فرايز. اي حاجه تانية هتبقى اكسترا انا اللي هدفعها، يعني انا هدفع الخضار السوتيه والرز، احنا بس بنحط شويه بطاطس. تمام، مع اني اول مره اشوف فراخ بالصوص من غير رز، يعني هسقسق في ايه؟ مش مشكله، قلت هحط البطاطس في الصوص وهاكل. خلاص طلبتها، جه الاكل. اولا هو نسي البطاطس اول مره، قلنا مش مشكله. تاني مره بقى ما حطهاش في طبق كانه اكسترا بقى بيعوضني على التاخير، لا هو خد طبقي حطها فيه. يعني انا حسيت ان ماما نسيت تغرف لي، ان ماما ربنا يخليها لي عمرها ما عملتها. ما علينا، خد الطبق اصلا من قدامي وجاب البطاطس. تمام، البطاطس بارده. القصه بقى ان انا وانا بتكلم معاه انه ليه كده وايه ده وليه ما فيش السايدز الطبيعيه، هو محس ان ده كتير. انت هتاكلي صدر الفرخه ومعاه رز وسوتيه؟ يا جماعه بعد اذنكم نرجع الوجبات الاساسيه عادي، هي فيها كاربس، فيها خضار، فيها بروتين. فكره البروتين كوجبه دي ابتدت تصدمني، زي كده السندوتشات او السلطه فيها حرفيا طرف الفرخه وهي بتتعمل وقعت منه في السلطه. سبحان الله، تشيكن سالاد معديه ال 250 جنيه. هي فين التشيكن بقى؟ تعالى هاتها. والله بجد الاقي كم جرجير مش طبيعي، ومش قادره احط ايدي عليها، احط الشوكه فيها كده عشان اكلها. احنا محتاجين نتغذى وركزوا معانا.